السلام عليكم. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا في قناتي شهيوات أم ريتاج. اليوم غادي نقترح عليكم ملوي كيجي معمر، كيجي في الفران صراحة بلا ما طيبي لا في مقله، بلا عذاب بلا مجهود، بواحد الحشوة اقتصادية وناجحه. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنحضروا هي الحشوه. عندي البصله وعندي الفلافل الالوان، هنايا عندي الكركم، زنجبيل، فلفل احمر، ملح، وعندي الفلفل الاسود. اول حاجه غادي نطيب الحشوه ونخليها تبرد. غادي ندير الزيت ونوضعها المقلاة ديالي فوق النار ونخلي العناصر ديالي حتى طيب. البصله والفلافل الالوان تقدروا تكتفيو غير بلون واحد. صراحه الا كانت متوفره الوان فتا هي كتجي صراحه كتجي افضل، غير اللوينات صراحه كيشهيو. من بعد ما طابت ليا الفلافل الالوان مع البصله، فكنضيف هنايا اللحم المفروم اولا الكفته، وكنضيف من بعد ملي كطيب ليا الكفته كنضيف التوابل، وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال مركز الطماطم. انا خديت هذه وضعت غير اللي خفيفه. شوفوا معايا الحشوه كيفاش كتجي مني كطيب، صراحه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. وضعت كذلك المعدنوس. كنخلي الحشوه تبرد وكندوز للعجين. عندي 2 كؤوس ديال الفورس، وعندي كاس ديال الفينو، وعندي 4 معالق صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي معلقه صغيره ديال السنيده، وعندي طبعا الملح على حسب الذوق كيف ما شفتوا معايا. وغادي نعجن العجين ديالي بالماء الدافئ عادي كيف ما مولفين كنعجنوا. فغادي نخدموا بيديه. الا كان عندكم شي عجانه اولا روبوت تقدروا تستعملوها. فكنبقى نخدم العجينه ديالي حتى كنجمعها كامله وكتكون العجينه خفيفه طبعا. صراحه كاينه الطريقه القديمه اللي كنت استعملت معاكم، هي كنعجن العجين ونوضعها في البلاستيك. هنا ما غاديش يصلح معنا لان العجينه فيها الخميره ديال الخبز ما غيصلحش. هنايا كيف ما شفتوا معايا راه عجنتها ودلكت العجينه ديالي مزيان، فكتكون خفيفه على هذا الشكل هذا. كيف ما كتعرفوا الملوي ضروري خصو يكون مدلوك مزيان. فهنايا غادي ندوز نشكل كريات، غادي نشكلهم ل6 ديال المسيمنات. فلا بغيتو كتر تقدروا تضاعفوا الكميه. كنحاول انني نجيبهم كاملين عبار واحد. تقدروا تستعملوا الميزان اولا غير عينكم ميزانكم. هنا كنحاول نخدم الكريات ديالي كاملين ونقادهم كيف ما شفتوا على هذا الشكل هذا، باش كيجيني نفس الشكل ونفس القياس. صراحه طريقه زوينه ومسمن لي زوين كيف ما شفتوا معايا، فراه ناجح 100%. ملي كتشوفوا فيه داك البويويقات فعرفوا ان الملوي ديالكم ناجح وراه مدلوك مزيان مزيان. فهنايا بعد ما كملت غادي نجيب واحد البلاطو غادي ندهنو بالزيت. بالنسبه للبنات كمبتدئات هذه هي الطريقه باش ما تدخلش لكم الزيت في الملوي ديالكم ويبدا يتقطع معكم. فكديروا هاد الطريقه اللي كتكون على هاد الشكل هذا حتى كتسالي وعاد كدهنوا الملوي ديالكم بالزيت وكتغطيوه وكتخليوه غير واحد 5 دقائق بحال هكاك، يعني ما كنخليوهش بزاف. وكندوزو مباشره نشكلو. الا كنتي حسيتي به باقي شويه قاصح ما مرخوفش راه غادي تغطيه. الا كنتي صراحه شتي ان الملوي ديالك راه مدلوك مزيان مزيان وخفيف، فمباشره كندوز نشكل الملوي ديالي. صراحه راه كيجي زوين. كنغطيه ونخليه غير 5 دقائق، يعني ما كنخليش بزاف. الا كان تقدري تخليه حتى 10 دقائق. الا كان شويه قاصح خاصو يرتاح شويه، ماشي يعني قاصح بمعنى انه يكون قاصح ضروري، خاص تكون العجينه ديالنا مدلوكه مزيان. فهنايا اول حاجه عندي الزيت النباتيه اللي كنورقوا بها، وعندي الزبده، وعندي الفينو دقيق فينو اي القمح الصلب اولا السميد الناعم جدا في بعض الدول. ف ودرت معاه يعني ربع تقريبا كيس ديال الخميره ديال الحلويات. اول حاجه كنورق غير بالزيت، من بعد حتى كنكمل التوراق ديالي عاد كندير الزبده وكنبدا نورق. بعد ما ضروري كنستعمل الخلطه ولا بد للتوريق كيف ما شفتوا معايا. فهنايا كتكون العجينه ديالي خفيفه وكتسرح معايا. كنجبدو غير الاطراف
ديال العجينه وكتمشي معنا راسها ملي كيكون مدلوك كيكون خفيف. فالعجينه ديالنا ما كنتعذبوش معها نهائيا، كيف ما شفتوا معايا كنجروا الاطراف وكيتجر معنا الراس بسهوله. ما كيعذبش صراحه، ناجح 100%. صراحه بحشوه اللي رائعه. كنت صراحه صيبت معكم مسمن اللي بطريقه اللي مختلفه طبعا وتبحشوه مختلفه. الا بغيتو نقدر نحط لكم الرابط ديالو ان شاء الله بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو، نحطو لكم كاقتراح كمقترح الا بغيتو تدخلوا تفرجوا فيه وتحضروه. علاش لا، حتى هو راه بطريقه اللي زوينه. وصراحه كتصلاح المائدة الافطار تا هو في رمضان صراحه. كيف ما شفتوا معايا كنبقى نخدم الملوي ديالي على هذا الشكل هذا، طريقه سهله واخا تكوني مبتدئه غادي تخدميه صراحه. فلا كنتي اول مره غتشوفي القناه ديالي او لا غتشوفي الفيديو ديالي، فمرحبا بك عندي في القناه. اللي مازال ما اشتركش معايا يشارك معايا ويفعل زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. وبالنسبه للناس اللي ديما معايا في القناه فكنقول لكم شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم ولو غير بكلمه طيبه. فما تنسونيش من لي لايك ديالكم وكومونتيرات زوينين بحالكم، وما نساوش نبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب باش كل شيء يستافد. فهنايا كنبقى نخدم الملوي ديالي كامل من الاولى وانا غاده حتى كنكمل الكميه اللي عندي. كيف ما شفتوا كنوضع وكنغطي وكنكمل التوريق. يعني التوريق كلشي كيعرف صراحه يورق الملوي. فانا كنشرح هاد التفاصيل بالنسبه للبنات اللي يلا كيبداو يتعلموا، فكنشرح لهم ادق التفاصيل. فغير تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخير لان كيكون ادق تفصيل مهم بزاف للوصفه. فغير تبعوا معايا الوصفه كما هي والمقادير وطبقوا طبقوا صراحه الشرح اللي كنقول ان شاء الله غادي ينجح معكم. فكنبقى نكمل على هذا الشكل هذا حتى كنكمل. فبالنسبه للحشوه الا بغيتو توضعوا الجبن مبشور تقدروا توضعوا الجبن مبشور داخل الحشوه حتى كتبرد الحشوه. الا بغيتو ديروا بنفس الطريقه اللي غادي ندير فلكم الاختيار. هنايا كنجيب اول وحده ورقتها كنطلقها على هذا الشكل هذا كيف ما موضح في الفيديو. هنا الحشوه ديالي راه بردات طبعا، كنخليها حتى كتبرد. يعني داكشي علاش كنسبقوا الحشوه هي الاولى كنطيبها باش نخلي لها الوقت الكافي فين تبرد. وكنوجد العجين ملي كان يوصل الوقيته اللي غنعمر فيها الملوي ديالي كتكون الحشوه بردات. فهنايا بعد ما سرحت الملوي ديالي فغادي نجيب الحشوه كنحاول انني نقادها مزيان في الوسط. راه كيف ما غتشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو راه غير واخا كنديروا هذه الكميه ملي كتحلي الملوي راه كتلقايه كله صراحه فيه الحشوه. فكاضافه للتنسيم صراحه اللي عطات الملوي ديالي مذاق رائع استعملت جبن ساندويتشات هذا المربع صراحه. كاضافه تقدروا ديروا كيف ما قلت لكم الجبن المبشور تكتفيوا به. ديروا كاضافه للتنسيم صراحه كيف ما كتعرفوا. وكنجمع هكا غير جمعوا تاكدوا غير جمعوا بحال هذا الشكل هذا كيجيو الصراحه الشكل ديالهم بحال شي بسيطلات. كنجمع بحال هذا الشكل وكنورك ونتاكد من ان العجينه ديالي سديتها كيكون الملوي هكا ديالي. وكنجيب كنكمل بنفس الطريقه الملوي الاخر. كنورق يعني كنبقى تابعه من الاولى وانا غاده حتى كنكمل الملوي ديالي. الطريقه راه موضحه مزيان في الفيديو. كنكمل على هذا الشكل هذا صراحه. كنحتاجوا بحال هاد الوصفات اللي يكونوا ساهلين وما غياخذوش معنا وقت. هذا صراحه حضرته يعني ما خداش ليا الوقت نهائيا، حضرته بسرعه ووجدته صراحه كينفع صراحه بزاف بزاف. من بين الوصفات اللي صراحه كنحتاجوهم بحال هكا في الشهر الكريم
في رمضان او حتى في الصراحه في الوقت العادي كتحتاجي بحال هكا الكوتي. فصراحه كيجي زوين بزاف، وحتى الوليدات كيحماقوا عليه. صراحه انا وليداتي عجبهم بزاف، يعني انا متاكده الا جربتيه غادي تعتمديه، والكميه غير غتصايبيها ما غتبقاش عندك. يعني صراحه جا زوين بزاف ويستاهل ويستحق صراحه التجربه. فكنبقى بنفس الطريقه، كنستعمل كنورق اولا كنسرح العجينه ديالي وكنجمع، غير كنورق كنتاكد من ان العجين ديالي راه تجمع صافي. كنبقى بنفس الكميه حتى كنكمل العجينه ديالي كامله. هنايا غادي نجيب واحد الصفيحه اللي كتدخل الفرن، فرش فيها ورق الطبخ. وهنا حاولوا انكم الا كانت عندكم شي صفيحه مثلا كبيره يكون احسن. الا كانت عندكم صغيره فقسموهم على جوج ديال الصفيحات باش تخليو المساحه الصراحه، حيت غادي نقرصوه شويه، ما نخليوش هكا على هذا الشكل هذا. فهنايا انا راني نقص وحده وكملت على هذا الشكل هذا، فكنقرصوه بحال هكا كامل. وغادي ندوز نجيب واحد اصفر بيضه، غنضيف لها معلقه ديال الحليب، هي اللي غادي ندهن بها فوق الملوي ديالي. صراحه كيف ما شفتوا معايا راه ما كيطلبش منكم مجهود، كتخدمي مره واحده كتحطيه في الفران يطيب، وطريقه راه ساهله وناجحه 100%. صافي كنبقى على هذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي كيف ما قلت لكم. وغادي ندوز نجيب اصفر بيضه مع ملعقه ديال الحليب، تقدروا ديروا كذلك ملعقه ديال الصوجه، فكيبقى لكم الاختيار. هنايا هاد الطريقه غير باش يعطينا داك اللون الصراحه زوين من الفوق. فغادي نجيب كذلك الجبن المبشور، تقدروا ديروا جبن الموتزاريلا مع الجبن الاحمر، اولا تقدروا ديروا غير جبن الموتزاريلا، فلكم الاختيار. تزيين كيبقى من الفوق صراحه. انا درتهم بجوج، كان متوفر عندي الموتزاريلا، القليل من الموتزاريلا مع القليل من الاحمر، وخلطت بيناتهم بجوج باش زينت من الفوق صراحه. وكان في هذا الاثناء هذا راني كنشعل الفران ديالي، كنشعل دائما. انا كندير على كل مره على حسب الحاجه اللي غادي ندخل الفران. فدرتهم صراحه على 170. كنسخن كنطيب. انا شوفوا ما غنقدرش نقول لكم القياس لان كل فران صراحه والطريقه ديال الطهي ديالو، كل سيده راه كتعرف الفران ديالها. صراحه انا كنطيب دائما من التحت عاد كنطيب من الفوق. هذه الطريقه ديالي في الطياب صراحه، لا بالنسبه للكيكات لا بالنسبه لاي حاجه كنطيبها في الفران ديالي. فهذه طريقتي والطياب ديال الفران ديالي. فكل سيده كتعرف الطريقه ديال الطياب ديال الفران ديالها. فغير كيتحمروا من التحت كنشعل عليهم من الفوق باش يعطوني هذا اللون الصراحه الرائع اللي كيشهي. فكيجي محمر من التحت كيف ما لاحظتوا معايا، وكيجي مقرمل. هنا راه استسمح صراحه ما كنت بغيت ندير لكم الصوت، لكن صوت الوليدات صراحه ما كيخليوكش نهائيا باش تصور على خاطرك. فهنايا كيف ما شفتوا معايا راه كيبان لكم انه صراحه مقرمل ناجح 100%. وغنوريكم حتى من الداخل كيفاش كيجي الشكل ديالو، كيجي صراحة رائع. والحشوة كنلقاوها صراحة في الملوي يعني كامل. هنا زينت من الفوق بالقليل من البقدونس المجفف كيف ما شفتوا معايا. كيجي على هذا الشكل هذا، عطاوني 6 ديال القطع. فتقدروا نتوما تضاعفوا الكميه ديال الدقيق وتضاعفوا الكميه ديال الحشوه على حسب نتوما شحال بغيتوا، على حسب افراد العائله ديالكم. كيبقى لكم الاختيار. كيجي الشكل ديالو صراحه زوين، كيجي مقرمل، اللون ديالو كيجي مذهب على هذا الشكل هذا. فصراحه زوين كيحمر الوجهات وجديته للضياف ديالك. غنقطع معاكم باش تشوفوا معايا من الداخل كيفاش كيجي. صراحه داك الفرماج ديال ساندويتشات صراحه كيجي رائع، كيعطي داك التعليكه ديالو. فناجح 100%. غادي تعتمديه، غير تبعي الفيديو، سجلي الفيديو عندك ما غاديش تندمي.
فكيكون الشكل ديالو هكا كيف ما شفتوا معايا، راه كيكون مورق حتى من الداخل صراحه، وكيجي مقرمل حتى من التحت. صراحه ناجح 100%. كنتمنى تجربوه، وإلا جربتوه رجعوا عندي لي كومونتير وكتبوا لي الرأي ديالكم علاش لا. فالآراء ديالكم كتهمني طبعا. نشوفوا صراحة أي مقترح ديالكم فمرحبا وألف مرحبا، باش نكبروا القناة ديالنا علاش لا. دائما وصفات ناجحة واقتصادية. كيف ما شفتوا معايا راه هذا هو الشكل ديالو، كيكون على هذا الشكل. ديري صراحه مع كويس ديالاتاي وبالصحه والراحه.